في غلطات بتكسر حاجة جوانا، وفي ذنوب بتفضل عايشة معانا حتى لو الناس نسيوا، وحتى لو القانون سامحنا. في كل شارع في رمضان في حد بيوزع تمر، واقف بابتسامة هادية ولبسه بسيط، وبيمد إيده للناس قبل الأذان بدقايق. الناس بتشوفه وتقول: ربنا يبارك فيك يا ابني. شاب عادي جدا، ملامحه مريحة، بس في عينه حزن مكتوم محدش بياخد باله منه. اسمه مروان، شاب في أواخر العشرينات، مش متدين زيادة ولا داعية ولا معروف عنه إنه بتاع أعمال خير. من 3 سنين كان شخص عادي جدا، عايش حياته بالطول والعرض، لحد ما حصل موقف كسر كل حاجة جواه. من 3 سنين كان رمضان برضه. مروان كان سايق عربيته قبل الفطار بدقايق، مستعجل يوصل البيت عشان يلحق الأذان. زحمة، توتر، جوع. فجأة الموبايل نور، رسالة واتساب عادية جدا من صاحبه بيهزر معاه. مروان نزل عينه تانية واحدة بس عشان يشوف الرسالة. ثانية واحدة كانت كفاية تسرق حياة. رفع عينه، لقى راجل كبير بيعدي الشارع، داس فرامل بكل قوته، لكن كان متأخر. صوت الفرامل شق الشارع، وبعدها الشارع كله سكت. مروان نزل من العربية وإيده بتترعش، مش حاسس برجله. الناس اتلمت. الراجل كان واقع على الأرض، وجنبه كرتونة مقطوعة وتمر متنطور على الأسفلت كله. مروان كان واقف بيتمتم بجملة واحدة: ما كانش قصدي، والله العظيم ما كانش قصدي. الراجل اتنقل المستشفى ومات بعدها بيومين. قانونياً القضية خلصت على إنها قتل خطأ، دية، تنازلات، ورق، والموضوع اتقفل. إلا عند مروان، بقى كل ما يسمع أذان المغرب يفتكر التمر اللي على الأسفلت. كل ما يشوف راجل كبير قلبه يتقبض. كل ما يمسك موبايله وهو سايق يحس إن إيده بتتحرق. الذنب بياكل في روحه ومش عارف يعيش. بعد شهور من العذاب قرر يروح يخبط على باب أهل الراجل. الباب فتح، وكان قدامه كريم، ابن الراجل، شاب في نفس سن مروان تقريباً. مروان بص للأرض وقال له بصوت مكسور: أنا مش جاي أطلب تسامح، أنا عارف إن مفيش حاجة هترجع أبوك، أنا بس جاي أقول إني مستعد أعمل أي حاجة. كريم بصله سكتة طويلة، سكتة تقيلة وموجعة، وبعدين قال له: عارف أبويا كان بيعمل إيه وقت ما خبطته؟ كان رايح يوزع تمر على الناصية اللي مات عليها. مروان حس إن في سكينة نزلت على قلبه. كريم كمل: إحنا مش محتاجين منك حاجة، ولا فلوسك هترجعه، بس لو عايز تكفر عن ذنبك بجد روح اقف مكانه، كمل اللي هو كان بيعمله. أول يوم رمضان بعدها مروان واقف على نفس المصية، في نفس المكان اللي فرمل فيه عربيته، معاه كرتون التمر. إيده كانت بتترعش وهو بيمدها لأول عربية تعدي. الراجل اللي في العربية أخد التمراية وقال له: ربنا يرحم والديك يا ابني. الراجل كان بيدعي لأهل مروان، بس مروان من جواه كان بيرد، ودموعه بتنزل في سره: ويرحمه هو، يا رب ارحمه هو. ومن يومها كل رمضان قبل الأذان بنص ساعة مروان بيكون واقف، مش بيحكي قصته لحد، مش بيدور على شكر ولا إشادة من حد، بس كل مرة بيدي تمرة بيفتكر، ويمكن يحس إن في جزء من الذنب بيخف. الدرس المرة دي: مش كل الذنوب بيتصلح أثرها، ومش كل الندم بيغير الماضي، لكن أحياناً أبسط فعل خير وجبر الخاطر في الشارع بيبقى محاولة للعيش بعد غلطة عمر. أحياناً بنلاقي طوق النجاة بتاعنا في المكان اللي غرقنا فيه.